السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كاينين بزاف ديال المواطنين كيتسائلوا علاش الدعم الاجتماعي المباشر ما تزادش وباقي في 500 درهم، مع ان المعيشه غلات والاسعار كترتفع نهار على نهار وما بقاش تقد حتى في 3 ايام. المعهد المغربي لتحليل السياسات خرج بتقرير جديد بعنوان واش المغرب نجح في تعميم الحمايه الاجتماعيه. التقرير كيقول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وسجل مجموعه ديال الملاحظات المهمه. اول ملاحظه، الدعم ديال 500 درهم في الشهر ما بقاش كافي باش يواكب الغلاء وتكاليف المعيشه، خصوصا بالنسبه للاسر الهشه وكبار السن. وزاد التقرير قال بأن الدعم الإضافي ديال الأيتام من جهة الأب نقص من 150 درهم في بداية البرنامج حتى ولا دابا 100 درهم في سنة 2026. كاين حتى موضوع الاقتطاعات المرتبطة بالتأمين لاسيغونس الإجباري عن المرض المعروف بآمو. بعض الأسر كيتقطع عليها جزء من الدعم باش يتخلصوا اشتراكات أو متأخرات ديال التأمين، وهكذا كاين اللي كيتوصل فعليا غير بحوالي 350 درهم بلاصة اللي الحد الأدنى اللي هو 500 درهم. والتقرير هضر حتى على القلق ديال بزاف د الناس اللي كيستافدوا من الدعم، حيث كيبقاو خايفين يفقدوا الدعم بسبب المؤشر، ديما خايفين يطلع بسبب التحيين. ومن جهة أخرى خرجت اقتراحات سياسية جديدة بخصوص تطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر. حزب التجمع الوطني للأحرار اقترح يربط قيمة الدعم بنسبة التضخم، يعني إلا طلعت الأسعار خاص الدعم حتى هو يتزاد بشكل تلقائي باش تبقى القدرة الشرائية ديال الأسر محمية. واقترح كذلك إنشاء ما سموه الدرع الطاقي، وهي مساعدات مالية إضافية للأسر المستفيدة من الدعم اللي هما دابا تقريبا 4 مليون أسرة، وقت ما طلعت أسعار الطاقة أو الكهرباء بشكل كبير. ومن ناحية أخرى الحكومة دارت تعديلات قانونية باش تسهل على المستفيدين من الدعم يدخلوا لسوق الشغل بلا ما يتقطع لهم الدعم مباشرة. مثلا اللي لقى خدمة رسمية ومصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس يقدر يبقى كياخد الدعم لمدة عام كامل كمرحلة انتقالية، يعني غيولي ياخد الدعم عام كامل وخا خدام في شركة وتصرح به في لا سينيسيس. والهدف هو تشجيع الناس يخدموا ويدخلوا لسوق الشغل بلا ما يخافوا من فقدان الدعم. وإلا شي واحد خرج من الخدمة أو خرجوه عنده الحق يرجع تاني يستافد من الدعم بلا ما تسنى عام كامل. شنو هو رأيكم الخوت؟ واش كتشوفوا أن مبلغ 500 درهم مازال كافي في هذه الظروف الصعبة، ولا كتعتقد أنه خاص تراجع قيمة الدعم باش تواكب غلاء المعيشة؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش دير إعجاب للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصلك آخر مستجدات الدعم الاجتماعي المباشر أولا بأول إن شاء الله.